السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم وأفضل في فيديو جديد. النهارده نحل مع بعض ليسن 4 ستوري تايم صفحة 48 49، كتاب إنجليزي طبعا أولى إعدادي، كتاب المدرسة شابتر 3 على الجزء الثالث ذا جريتست ليسونز اللي هو الدرس الأفضل والأعظم في القصة. نقول بسم الله. ما تنسوش يا أبطال تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله من حل التدريبات والواجبات. يلا بينا. بيقول لك before you read، قبل ما تقرأ discuss ناقش. طب بيقول لك هنا answer the following question، جاوب مع الأسئلة. do you think the children will reach the final room؟ هل انت بتعتقد ان الاطفال سوف يصلوا الى الغرفة النهائية؟ هتقول له yes I think، ايوه انا بعتقد. ليه؟ هتقول له because they work together، لان هم بيعملوا مع بعض سويا and never give up، وابدا ما استسلموش. يبقى yes I think، ايوه انا بعتقد because they work together، لان هم بيعملوا سويا and never give up، وابدا ما استسلموش. تعالى للسؤال الثاني. بيقول لك هنا what do you think، ماذا تعتقد they will find، هم هيجدوا ايه in the final room، في الغرفة النهائية أو في آخر غرفة. أنت هتعتقد إنهم ممكن يلاقوا إيه؟ هتقول له I think they will find something magic، أنا بعتقد إن هم سوف يجدوا شيئا ما سحري. لايك مثل سبيشال بوك، كتاب خاص كده، اور a big surprise، او مفاجأة كبيرة. يبقى I think they will find، انا بعتقد ان هم هيجدوا something شيء ما ماجيك يعني سحري. لايك مثل سبيشال بوك، كتاب خاص، اور a big surprise، او مفاجأة كبيرة. تعالى كده مع بعض. بيقول لك read the following text، اقرأ النص ده. وبيقول لك what were the greatest lessons، ايه هو الدرس الأعظم that children learn، اللي الأطفال اتعلموا. تعالى كده الدرس الأعظم، إجابة السؤال اهي. هتقول له they had learned، هم اتعلموا weren't about magic، ان الدرس ما كانش عن السحر but about kindness، كان عن الطيبة and respect طبعا والاحترام and never give up، وابدا ما يستسلموش on themselves مع انفسهم or each other. دي صفحة 48. يلا بينا بقى نجاوب على اسئلة صفحة 49. صفحة 49 يا بطل بيقول لك read together، اقرأ سويا مع بعض. وبيقول لك هنا read and complete the sentence، واقرأ وكمل الجمل with the correct words from the box، من الإجابات الصحيحة اللي في البوكس. عندك determination اللي هي العزيمة والإصرار، grin يبتسم أو يضحك، عندك curious يعني فضولي، عندك نود يعني يحرك رأسه شمال ويمين كده، واحد بيحرك رأسه. بيقول لك هنا means بتعني to move، ان انت تتحرك the head الرأس بتاعتك up and down يعني اسفل واعلى. خلاص. طيب to show عشان توضح agreement اللي هي الموافقه بتاعتك، زي ما بتعمل براسك كده، تهز براسك كده بدل ما تتكلم يعني، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها نود. طيب to be keen ان انت تكون مهتم، to learn ان انت تتعلم، or know او تعرف more about الكثير عن something شيء ما، ده معناه ايه؟ هتقول له curious يعني فضولي. طيب رقم 3 is to smile، ان انت تضحك، ده معناه grin يعني يبتسم او يضحك. طيب رقم 4 means بتعني not giving up، ابدا ما تستسلموش، وايفن على حتى لو when things are hard، لو الاشياء دي بتكون صعبة برضو ما تستسلمش، دي اسمها determination يعني عزيمة واصرار. يلا بينا يا بطل. بيقول لك choose the correct answer from A B C or D، اختار الإجابة الصحيحة. the children found، الأطفال وجدوا، هتقول له a glowing book يعني كتاب مشع أو كتاب مضيء in the final room، في آخر غرفة أو الغرفة النهائية. سارة قالت that they، هتقول له إن هما worked together، ان هم عملوا معا، so لذلك they solved every problem، لذلك هم حلوا كل المشاكل بسبب ان هم worked together، عملوا مع بعض. طيب the children الأطفال promise وعدوا to، هتقول له use values ان هم يستخدموا القيم they learned in life، ان هم اللي هم اتعلموها في حياتهم after leaving the room، بعد مغادرة الغرفة. يبقى تقول له الاختيار رقم سي اللي هو use values they learned in life، ان هم يستخدموا القيم اللي هم اتعلموها في حياتهم. answer the following question، جاوب على الأسئلة. بيقول لك هنا where was the glowing book، أين كان يوجد طبعا الكتاب المشع. هتقول له it was inside the final room، ده كان موجود في داخل الغرفة النهائية. it was inside the final room. who opened the magic book، مين اللي فتح الكتاب السحري؟ هتقول له مستر آدم. يبقى هو opened the magic room، ماجيك بوك الكتاب السحري، هتقول له مستر آدم هو اللي فتح الكتاب السحري. who did the children see، ايه اللي من رأى الأطفال in the final room، في الغرفة النهائية، هتقول له برضو مستر آدم. خلاص اهو.
وقف الشاشه حبايبي كده وانقل اجابتك على اقل من مهلك يا بطل، وكمل معايا. ربنا ينجحكم جميعا، انا بحبكم جدا والله. بحل معاكم برضو الكتب الخارجيه، كتاب المعاصر، وبنحل طبعا كتب المدرسه. بيقول لك هنا answer the following question، جاوب على الاسئله. how do you think، كيف تعتقد that children، الاطفال help عمر، ساعدوا عمر to change، ان هو يتغير. ازاي انت بتعتقد، كيف تعتقد ان هم ساعدوه ان هو يتغير؟ هتقول له يا بطل they supported him، هم دعموه، believed in him، وكمان اعتقدوا فيه وآمنوا بيه يعني، and worked with him، وكمان اشتغلوا معاه وعملوا معاه. so لذلك he become brave، هو أصبح شجاع. يبقى they supported him، هم دعموه، و believe in him، وآمنوا بيه، and worked with him، وكمان اشتغلوا معاه وعملوا مع بعض. so لذلك he become brave، هو أصبح شجاع. why do you think، لماذا بتعتقد the teacher، المعلم was proud of the children، لماذا بتعتقد ان المعلم كان فخور بالاطفال؟ هتقول له because they showed good values، لان هم اظهروا القيم الجيده like teamwork، زي فريق العمل او روح الفريق، and respect، وكمان الاحترام، and courage، والشجاعه. هتقول له because they showed good values، لان هم اظهروا القيم الجيده like teamwork، زي فريق العمل كده، وريسبكت، والاحترام، and courage، والشجاعه. كده يا بطل وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى منك ما تنساش بقى تبخلش عليا كده واللايك، حط لي لايك. لو انت استفدت معايا في الفيديو حط لي لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. انا بحل معاكم كل حاجه ان شاء الله، بحل معاكم كتب التقييمات. بالنسبه للناس اللي اول مره تشوفنا، شرف ليا طبعا انضمامكم في القناه. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناه، وشيروا الفيديو لاصحابكم. اكون شاكره جدا ليكم. لو في اي حاجه عايزينها قولوا لي في التعليقات. مع السلامه حبايبي، ربنا ينجحكم جميعا، مع السلامه.